أهلا بيكم يا بنات في آخر صفحة من كتالوج البنوتة. مش قادرة أوصف لكم الرحلة دي كانت عاملة إزاي، من أول ما سألنا نفسنا أنا مين لحد ما واجهنا ليه شايفة نفسي قليلة. مرينا على وجع وشك واستنزاف وحيرة، بس النهاردة احنا مش بنسأل، احنا فهمنا، واحنا مش بنلوم، احنا بنبدأ. الصفحة دي مختلفة لأنها مش عتاب، مش ندم، ومش تحليل. دي صفحة سلام، سلام ووعي وبداية جديدة. خلاص بعد ما قرينا الكتالوج وحسينا وفهمنا كل كلمة وكل حرف فيه، أكيد دلوقتي هتبقي فاهمة إنك مش محتاجة تعملي أي حاجة عشان ترضي الناس. خلاص انت بقيتي عارفة انت مين، وبقيتي تختاري اللي يكملك مش اللي يستهلكك. خلاص مفيش مبالغة في العطاء، مفيش فرص لأشخاص ما يستهلوش تاني. أنا دلوقتي فهمت إن القيمة عمرها ما هتتقاس بشكل ولا فلوس. دلوقتي فهمت إن الراحة النفسية مش مجرد رفاهية، دي حق نفسك عليكي. فهمت أنا مين وعاوزة إيه. فهمت إني مش محتاجة أمثل ولا أعيش دور ولا أمشي حتى في طريق مش بتاعي علشان بس مجرد إني أكون زي فلان أو فلانة. المهم دلوقتي ان الطريق يكون شبهي ودوري يكون بتاعي انا. كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها كانت خيوط صغيرة شدتني من الزحمة وجمعتني من التشتت وخلتني اشوفني زي ما انا، مش بنت ضعيفة بتدور على رضا الناس. لأ، دي بنوتة ناضجة وبقت شايفة وبقت مالكة زمام أمورها وحياتها. كتالوج البنوتة مش مكتوب علشان يفتح على عقلك باب تدخلي تجلدي فيه نفسك، ولا علشان تقعدي تعدي عيوبك. بالعكس، كتالوج البنوتة كان علشان نقول للبنت انتي تستاهلي تفهمي نفسك وتسمعي صوتك. قاري بعقلك وقلبك، مش لازم تمشي ورا اللي اتقالك، ومش لازم تقلدي، ومش لازم تكوني بطلة ولا مثالية. كفاية انك تكوني صادقة مع نفسك. وده اللي وصلنا ليه النهاردة، اننا مش محتاجين نثبت حاجة، احنا محتاجين نبدأ نعيش علشان حقيقتنا. اخر صفحة في الكتالوج مش النهاية، دي مجرد غلاف جديد لحياة قررت اكون انا اللي بكتبها وبقلمي انا. تحياتي لكل بنت قررت تبدأ بنفسها. سلامي ليك انت كمان علشان كملتي ووصلتي معانا للصفحة الأخيرة من كتالوج البنوتة. مستنياكي تبدأي في كتالوجك انت. خلي كتالوجك دايما مفتوح وكل يوم اكتبي فيه حاجة تشبهك. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، ووصلنا لنهاية السلسلة، ووصلنا كمان لنهاية الكتالوج. ودي كانت الصفحة الأخيرة من كتالوج البنوتة. أشوفكم على خير في سلسلة ورحلة جديدة. وبس كده، سلام عليكم.